اوعى تكون فاكر ان النشر الدولي ليه ناسه. لو انت بتعمل ماجستير او دكتوراه، لو شرط من الشروط انك تنشر دولي عشان تاخد الدرجه، يبقى اولا كده اوعى تكون فاهم ان النشر الدولي انك تنشر بره حدود بلدك. النشر الدولي يعني انك تنشر في مجلات مفهرسه عالميا زي مجلات في سكوبس او ويب اوف ساينس. طب ليه بقول لك كده؟ تخيل معايا السيناريو اللي بيحصل كتير. حضرتك خلصت رسالتك بعد سنتين 3 تعب وشقه، انت قاعد دلوقتي في المناقشه، الناس سقفت لك ووزعت الشوكولاته، ابتسامتك من هنا لهنا، اخدت التعديلات وعملت التعديلات، بتجري على ورقك علشان تخلصه، وفجاه حد يقول لك استنى يا نجم، لسه فاضل لك نشر دولي عشان تكمل اجراءاتك. طب يلا ننشر دولي. انت محتاج سنه علشان تعرف تعمل ده. طبعا انت هنا هتطب ساكت لما تعرف. طب تعمل ايه؟ الحل بسيط والله. الحل انك تبقى مخطط مع مشرفك صح، واول ما تسجل بدل ما تبدا في كتابه الرساله، ابدا في كتابه الورقه البحثيه اللي هتنشرها دولي، اللي غالبا بتبقى 8000 كلمه. كده الوقت كله معاك، واول ما تنشرها كمل عليها علشان تبقى هي اساس الرساله اللي انت هتناقشها. الخلاصه، خطط صح، وفر على نفسك الندم، واتفرج على ازاي تختار مشرفك، لان هو اللي هيساعدك ازاي تلعبها صح. انا مصطفى بالسعود، ودي كانت في 60 ثانيه. استنوني في الحلقه الجايه. سلام.